حاجات كتيرة قوي نفسنا نتعلمها. سكيلز معينة هتفرق في شخصيتنا وحياتنا للأفضل. كورسز هتفيدنا في مجالنا وشغلنا. وأوقات كل لما بنبدأ وناخد خطوة لقدام مليون حاجة ترجعنا تاني لورا. أولهم مثلا صوت نوتيفيكيشن الموبايل لما بتكون حاطه جنبك وانت قاعد، فتلاقيك بتقول طيب بس هرد على المسج وارجع أكمل اللي بدأته. وطبعا كلنا عارفين نهاية القصة القصيرة الحزينة دي. أو ساعات مثلا تكون قاعد فبتتكلم مع حد وبتشاركوا فكرة جديدة جت في بالك بره الصندوق اللي هو أساساً مقضي كل حياته فيه، فيرد عليك رد يقفلك من الفكرة ومن نفسك اللي فكرت الفكرة ومن حياتك كلها. فأنت طبعاً استسلمت وصدقته وكدبت نفسك وأفكارك، وتفضل عايش طول حياتك حبيس نفسك وأسير أفكارك. والأمثلة كتير لا تعد ولا تحصى. والحقيقة أني لقيت كاتب اسمه روبن شارما. الكاتب ده بيتكلم عن شوية حاجات تقدر تعملها مش بس هتغير حياتك، كمان هتضاعف من إنتاجيتك. في البداية بيقول إن في إحصائية بتقول إن 5% بس بيصنفوا على إنهم مؤثرين أو بلايرز أو مبدعين، وإن في كام حاجة مشتركة وصلتهم لتقدمهم والنجاح الملحوظ ده في حياتهم. وطبعاً كلنا عارفين إن إحنا علشان نختصر على نفسنا الطريق بنشوف الناس اللي نجحت دي عملت إيه وبنعمل زيه. أول قاعدة معانا وهي 90-91 رول. هنعمل حاجة واحدة لمدة 90 دقيقة على مدار 90 يوم الجايين. حاجة واحدة فيصلية مهمة في حياتك أو في شغلك. أول 90 دقيقة في يومك، لأن بيكون فيهم القدرة الأكبر على التركيز وعندك الطاقة والإرادة إنك تبدأ، فإحنا أكيد عايزين نستفيد بده على مدار 90 يوم الجايين. والقاعدة دي على الرغم من بساطتها بس لو اعتمدت عليها هتلاقي فرق كبير في حياتك. تاني قاعدة معانا وهي Install Tight Bubbles of Total Focus. خلي عندك العالم بتاعك اللي صعب حد يلاقيك فيه. وليه النقطة دي بالذات مهمة؟ لأنه للأسف إحنا بقينا طول الوقت متاحين لأي مسج نرد عليها في أي وقت، لأي اتصال بلا هدف بنستجيب ليه وبندخل في متاهة تضييع الوقت. ولما بقول العالم بتاعك مش أقصد بيه إن هو مكان ضخم أو فخم، لا خالص، هو ممكن يكون المكتب بتاعك أو ترابيزة صغيرة في أي مكان. المكان ده ضروري إن هو يكون هادي، نظيف ومرتب وخالي من العلاقات المؤذية. والمقصود من الإيذاء هنا هو الإيذاء النفسي مش الجسدي، لأنه أساساً شيء مرفوض. بمعنى ناس سلبية، ناس محبطة أو محبطة، ناس مشتتة إلى آخره. وبتسمي الوقت اللي انت قاعده مع نفسك ده وقت الإبداع، لأنك هتديله طاقتك وتركيزك وكامل عزيمتك. الوقت ده هيساعدك تطلع أحسن ما فيك. تالت نقطة معانا وهي choose your group. اختار الناس اللي بتقعد معاهم كويس جدا. في أبحاث وعلماء كتير بيقولوا إنك أول طريقة تعملها لو عايز تحسن من سلوكك هي إنك تحاوط نفسك بناس واصلين اللي انت عايز توصل لسببين رئيسيين. أول حاجة اسمها Mirror Neuron System of the Brain. في اللاواعي إحنا بنحاكي أو بنقلد سلوكيات الناس اللي إحنا حواليهم معظم الوقت. فلو أنت صديقك المقرب عنده إحساس دائم إنه العالم والكون كله بيتآمر ضده، فأنت قريبا جدا هتلاقي بعض المؤامرات ابتدت تحاكى ضدك. ولو معظم قعداتك وخروجاتك مع ناس كل كلامهم هو عن ناس تانية، مين قال ومين عمل، فأنت عاجلا أم آجلا هتبقى زيهم. السبب التاني هو حاجة اسمها الإيموشنال كونتيجن، بمعنى إنك لو حواليك ناس أفكارها كلها جديدة ومبتكرة ومبدعة وعندهم طاقة إن هم يجربوا ويخسروا ويبدأوا تاني من الصفر، ولو حصلت لهم مشكلة ما كانوش متوقعينها يحاولوا يدوروا على حلول، فأنت هتاخد الطاقة دي منهم وهتكمل عليها. فبالتالي لو أنت الناس اللي تعرفهم كلهم مش على القدر اللي أنت بتطمح ليه، فأنت محتاج تاخد خطوة أبعد في دايرة علاقاتك وتبتدي تدور على ناس جديدة عندهم نفس الفيجن بتاعتك. ولما بقول ناس جديدة أنا عارفة إن الموضوع مش هيبقى سهل، خصوصاً إنك اتعودت على وجود الناس دي في حياتك. بس صدقني لما تلاقي تأثير الناس الجديدة دي على حياتك أنت نفسك هتستغرب من التطور اللي حصل في شخصيتك. دلوقتي ممكن يكون حد قاعد يفكر ويقول طيب أنا هعمل إيه؟ أنا الناس اللي في حياتي دي مش هينفع أغيرهم. فهنا الحل اللي هقدر أقوله لك هو إنك تكون مدرك لطبيعة الشخصية اللي أنت بتتعامل معاها، مدرك لمدى تأثيرهم عليك، وبقدر المستطاع تحاول تسد ودانك خصوصاً في الأوقات اللي فيها طاقة سلبية أو إحباط. وتبقى عارف كمان إن مش ده الشخص المناسب لفكرة جديدة جت في بالك إنك تناقشها معاه. آخر حاجة معانا هي make it simple. بسطها على نفسك. افتكر إنك مش في يوم وليلة هتتغير، مش فجأة هتبقى صحي ورياضي ومثقف. مش الفكرة إنك تحمل نفسك فوق طاقتك ظناً منك إنك كده هتقدر تكمل، لأنك للأسف مش هتكمل. بالعكس أنت كده ممكن ترجع أسوأ من الأول، لأنك هتبقى محمل بإحساسك بالفشل وعدم القدرة على الاستمرار.
جرب السنة دي إنك ركز مع كورس واحد كل كام شهر تتعلم منه وتطبق اللي اتعلمته، كتاب واحد كل شهر، ساعة أو نص ساعة رياضة بس باستمرار، أصحاب قليلة بس بتديهم حقهم. افتكر إن السر دايما في البساطة مش في التعقيد، وإن محاولتك الدايما إنك تحافظ على تركيزك هي أكبر هدية ممكن تقدمها لنفسك في عالم أصبح مليء بالمشتتات في كل مكان، وإنه قليل دائم خير من كثير منقطع، بمعنى إنك لو عملت حاجة واحدة كل يوم أفضل بكتير قوي من إنك تعمل حاجات كتيرة في يوم واحد وترجع توقف بعد كده.